السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في أتم صحة وأحسن حال. الجمال عدى الكلام زي ما بيقولوا. النهاردة هنعمل أحلى صينية كنافة بالقشطة بطريقة سهلة جدا وبسيطة، وهقولك ازاي يطلع معاها لونها يطلع معاكي لونها ذهبي زي ما انتوا شايفين كده، ولون كده موحد. وكمان هقولك ازاي تطلع معاكي مقرمشة كده خفيف من بره وطرية وجميلة من جوه، وازاي ريحتها وطعمها. ريحتها تكون جايبة لآخر الشارع وطعمها يجنن، وكل اللي هيدوقها عندك ان شاء الله هيقولك اكيد انتي مشتريها جاهزة. الطريقة سهلة جدا وبسيطة، وزي ما انتوا شايفين الكنافة روعة جدا جدا، طعمها بجد والله العظيم طعمها يجنن. هقولك ايه اللي بيخلي السر اللي بيخلي طعمها حلو قوي كده، ويلا بينا كده على طول نشوف احنا عملنا ايه. بصوا بس كده هوريكم في الاول هي ازاي مقرمشه كده شويه من بره. بصوا وانا بقطعها في نفس الوقت مش ناشفه، مقرمشه قرمشه بسيطه وطريه جدا من جوه. اول حاجه هبتدي بيها هي الشربات، علشان انا عايزاه يكون بارد بس مش عايزاه يكون تقيل. هنتكلم عن الشربات بس واحنا شغالين. انا حطيت كوبايتين من السكر وعليهم كوبايتين من الميه وعصره نص ليمونه، ولو الليمونه عندك كبيره حجمها كبير ما تعصريش النص كله. وهاخدها احطها على اصغر عين عندي، بس هخلي النار تكون عالية شوية، وبعد ما تغلي ههدي خالص عليها النار واسيبها. اول ما تغلي هحسب بالظبط 12 دقيقة، وبعد كده هطفي عليها على طول. انا عايزة الشربات يكون متوسط، ولا عايزاه تقيل قوي علشان ما ينشفليش الكنافة، ولا عايزاه خفيف قوي علشان ما يخليهاش طرية معايا. انا عايزة الكنافة الشربات اسفة يكون يعني متوسط السمك بتاعه كده متوسط، وهنشوفه مع بعض واحنا شغالين. دلوقتي انا معايا بقى نص كيلو كده من الكنافه، انا كنت حاطاه في الفريزر قبلها بيوم. نشفت معايا قوي زي ما انتم شايفين كده. هبتدي افرك فيها لحد ما تنعم معايا خالص خالص زي ما انتم شايفين كده. مش هخلي فيها اي تكتلات خالص، لازم اتاكد ان هي كلها ناعمه علشان بس ما تدينيش اي شكل مش ظريف في الكنافه. خلاص كده بعد ما فركتها ونعمتها كويس، هبتدي دلوقتي اجيب معلقه كبيره من السكر البودر، معلقه واحده بس كفايه علشان ما تسكرليش الكنافة قوي. والمعلقة دي كفاية قوي ان هي تدينا اللون الذهبي الموحد الجميل اللي انتوا شفتوه ده في الكنافة. هبتدي اقلبها كده كويس مع الكنافة. اتاكد بس ان السكر خلاص ما بقاش باين والكنافه كلها اتغلفت بمعلقه السكر. بعد كده معايا الصينيه اللي هشتغل فيها، دي اكبر صينيه في الصواني اللي هي بتاعه البسبوسه، يعني دي الصينيه الكبيره فيهم تقريبا بتبقى مقاس 38 تقريبا. بصراحة الصواني بتاعتي ملهاش مقاسات فمش عارفة، بس هي دي الصينية الكبيرة. هبتدي بقى دلوقتي، طبعا انا دهنتها دهنة كويسة جدا جدا بالسمنة، وهبتدي اخد نص كمية الكنافة واحطها كده اسويها كده في الاول. هاخد بالظبط كده نص الكمية احطها في الصينية، وبعد كده ابتدي اضغط عليها كويس. وانا بضغط كده لو لقيت في حتة كده فيها فراغات هبتدي ازودها، يعني عايزاها تكون كلها يعني سوا واحد. بعد كده هبتدي بقى احط كده شوية في الجوانب، علشان انا عايزة الحشوة او القشطة لما اجي احطها ما تلزقش في الجوانب بتاعة الصينية وتحرق لي، يعني هتتحرق معايا. وكمان لما اجي اقطع الكنافة واشيلها كده هتلزق في الجوانب، ويعني الدنيا هتبوظ معانا خالص. فكده افضل يعني من ان احنا نحط الحشوة كده على طول. هعمل لها كده جوانب، وابتدي بقى دلوقتي اضغط عليها ضغطة جامدة جدا جدا بايديكي، او هتجيبي صينية مقاس اصغر شوية وتضغطي عليها زي ما انتي شايفة كده. تمام كده، هي كده خلاص جاهزة معايا. دلوقتي بقى هبتدي ادهنها بالسمنة. انا معايا هنا كوباية من السمنة، انا سيحت بس شوية، هي اللي معايا في الطبق دول مش الكوباية كلها، انا خدت بس كده شوية عشان الدنيا ساقعة والسمنة يعني بتجمد بسرعة. هبتدي بقى دلوقتي اغلفها بالسمنة كويس جدا لحد خلاص ما تتشرب كلها معايا، مش هخلي ولا حتة تكون بيضة كده فيها. وده بقى تاني سر معانا اللي هيخلي ريحة الكنافة وطعمها كده يعني يجنن، ان انتي تحطي سمنة يكون نوعها كويس، يعني يكون ريحتها وطعمها كده حاجة كده يعني حلوة. هو ده اللي هيخلي الكنافة تطلع معاكي طعمها وريحتها يعني زي اللي بتجيبيها من بره بالظبط. بعد كده هبتدي بقى اعمل الحشوة بتاعتي او القشطة بتاعتي. معايا هنا كوبايتين من الحليب،
او نص لتر من الحليب، وهحط عليهم معلقتين كبار كده هرميين من نشا الذرة، وهقلبهم كده على البارد، ولا هحط سكر ولا حاجة، لان يعني مش عايزين الكنافة تبقى تقيلة قوي معانا. كفاية قوي الشربات اللي احنا هنحطه على الكنافة. بعد كده خدتهم على النار، يعني النار تكون يعني هادية كده علشان النشا يستوي معايا وما يبقاش طعمه باين. وايدي طبعا فيها مش هسيبها خالص، هفضل اقلب فيها كده على طول علشان ما تكلكعش معايا، احنا عايزين قوامها يبقى كريمي كده وجميل. هفضل كده اقلب فيها باستمرار زي ما انتوا شايفين لحد ما تبتدي تبقبق معايا زي ما انتوا شايفين كده كده، يبقى خلاص النشا استوت وهو ده القوام اللي احنا عايزينه. هطفي عليها على طول، ومباشرة هاخدها احطها كده على الكنافة وهي سخنة، علشان ما تعمليش طبقة كده او ما تعملش قشرة او تكلكع او تتخن كمان معايا. انا عايزة القوام ده يبقى كده، هو كده مظبوط قوي. هبتدي كده اسويها، وبعد ما اسويها كده خلاص هسيبها بس يعني حوالي 5 دقايق. عايزاها تعمل لي طبقة كده من على الوش علشان اقدر احط النص التاني بتاع الكنافة. هسيبها بس كده شوية، وفي الوقت ده بقى كده شغلت الفرن على درجة حرارة 180، وعلشان يسخن معايا علشان نحط الكنافة على طول في الفرن وهو سخن. خلاص كده هي عملت لي كده طبقة او قشرة كده من على الوش زي ما شفتوا معايا. هبتدي بقى دلوقتي احط النص التاني بتاع الكنافة. طبعا هنا بقى خلاص مش هضغط زي ما ضغطت في الجزء الاولاني، لا يا دوبك بس هساوي وبالراحة خالص بس كده هفردها، يعني ايدي تكون خفيفة خالص عليها، اوعي تضغطي عليها. ابتدي اساوي كده واخليها كلها برضو سوا واحد. ظبط الحروف كده علشان لو في اي كنافة كده على الحرف ما تتحرقش معانا واحنا بنسويها، وتدينا كده شكل جميل وحلو. انا طبعا يعني ما بضغطش خالص عليها، انا يا دوبك بس بساوي. خلاص كده بعد ما سويتها هبتدي بقى دلوقتي احط بقية السمنة معايا، ده كده بقية الكوباية. برضو هغلفها كلها، لو احتاجتي سمنة، لو حسيتي ان الكنافة محتاجة ممكن تحطي مثلا معلقة كمان او معلقتين، مفيش اي مشاكل. اهم حاجة اني انا اسويها كلها كده بالسمنة. طبعا الفرن في الوقت ده كان شغال معايا من وقت ما حطيت الكريمة بتاعتي او القشطة بتاعتي، يعني كان سخن معايا. حطيتها في الفرن وبعد نص ساعة كده ببص عليها، طبعا انا مشغله الفرن من تحت بس زي ما انتوا شايفين كده خرجت اهي الحروف بتاعتها، ما بقتش لازقه في الصينيه، معنى كده ان هي كده خلاص استوت من تحت. هبتدي اشغل عليها الشوايه كده على خفيف لحد ما تاخد معايا اللون المطلوب، واول ما تخرج على طول هبتدي اسقيها بالشربات البارد. ممكن كمان الشربات يكون دافي شويه لو انت عايزاها تكون طريه شويه، اهم حاجه ما يكونش سخن. الكنافه اول ما تخرج تكون هي سخنه والشربات بارد او دافي. دافي ازاي؟ زي دمعه العين كده، لكن ما يكونش ده سخن وده سخن خالص، هتبقى عجينه معاكي. هبتدي احط نص نص بس كميه الشربات، وبعد كده هقلبها الناحيه التانية، لان طبعا في طبقه القشطه في النص بتبقى عازل ومش هتخلي الشربات يوصل للطبقه التانية من تحت. وهي سخنه كده معايا اقلبها على طول علشان الحق اسقي الجزء التاني كده من تحت وهو سخن علشان يشرب معايا الشربات على طول. ابتدي بقى كده احط النص التاني بتاع الشربات. طبعا انت تديها لحد ما تستكفى بس، لكن يعني مش شرط خالص ان انت تحطي كل كمية الشربات. انا بالنسبة لي حطيت يعني لحد هي ما خلاص استكفت، واتبقى معايا كده حوالي يعني كبشة كبيرة كده من الشربات. كان سكرها مظبوط جدا جدا، وكانت بصراحة في منتهى الجمال. بألف هنا وشفا على قلوبكم، وجربوها بنفس الطريقة، وإن شاء الله بإذن الله تعجبكم وتعتمدوها في رمضان بإذن الله، وكل سنة وانتم طيبين. هسيبها بقى كده لما تشرب الشربات بتاعها دوت خالص وتبرد معايا، وبعد كده نقطعها مع بعض. عايزة بس اوريها لكم كده من قريب. بصوا هي لسه طبعا بتشرب الشربات بتاعها، خطيرة 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 والله، جميلة جدا جدا.
انا ما غطيتهاش ولا حاجه، عايزه تغطيها غطيها براحتك، بس انا حبيتها تكون مقرمشه كده شويه من بره وتكون طريه من جوه كده علشان تبقى زي اللي احنا بنجيبها الجاهزه بالظبط. هسيبها بس كده 5 دقايق وبعد كده نشوفها مع بعض. كده خلاص اهي شربت الشربات بتاعها كله، هبتدي بقى اقطعها، هي لسه برضو سخنه معايا ما بردتش قوي، فانتي ما تقطعيهاش زي انا استعجلت بس عشان التصوير. لقيتها كده كانت يعني بتتكسر شويه كده معايا لان هي كانت لسه سخنه، فانتي سيبيها لما تبرد براحتها خالص خالص وبعد كده قطعيها، هتطلع معاكي الخرطه كده متساويه كده وجميله جدا. انا ندمت خالص اني انا يعني ما سبتهاش شويه كمان، انا بس استعجلت عليها، بس بصراحه هي في منتهى الروعه والجمال. مش هكمل بقى تقطيع، هاخد بس حته كده علشان اوريها لكم، وبعد كده انا هبقى اقطعها بقى مع نفسي كده بعد ما اخلص تصوير لما تبرد خالص براحتها. شايفين الجمال؟ القشطة حاجة رهيبة، طرية جدا وجميلة، والكنافة بتتكلم عن نفسها والله العظيم في منتهى الجمال. جربوها بنفس الطريقة، متأكدة ان انتوا هتدعولي. اهم حاجة زي ما قلت لكم ما تنسوش السمنة تكون نوعها كويس، ريحتها وطعمها حلوين علشان تخلي الكنافة معاكي جميلة وطعمها حلو بالشكل ده. اتمنى الفيديو النهاردة يكون عجبكم، واتمنى تجربوها بنفس الطريقة، ويا ريت ما تنسوش لو الفيديو عجبكم تدعموني بلايك وكومنت حلو منكم كده علشان استمر، وما تنسوش كمان الاشتراك وتفعيل الجرس علشان يوصل لكم مني كل جديد، واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.